أندري، مرحبا بكم. أرقام قياسية ستكسر وأخرى مثيرة للاهتمام حول كأس العالم. البداية مع الأسطورة ليونيل ميسي. ميسي أمام إمكانية أن يصبح اللاعب الأكثر مشاركة في كأس العالم من حيث عدد المباريات. ميسي له 19 مباراة، وقد يتخطى، حتما سيتخطى دييغو أرماندو مارادونا في عدد المباريات. ميسي إذا لعب 3 مباريات فقط سيصبح له 22 مباراة، ويصبح اللاعب الأرجنتيني الأكثر مشاركة في كأس العالم. ميسي إذا وصل إلى النهائي أي مجموع 7 مباريات سيصبح المعدل 26 مباراة، وبذلك يتخطى لوتارو ماتيوس كأكثر لاعب مشاركة في كأس العالم. ميسي الذي سجل 6 أهداف في كأس العالم 2006 هدف، و2014 4 أهداف، و2018 هدفا. ميسي سيصبح أسطورة كأس العالم إذا توج باللقب. الأسطورة كريستيانو رونالدو CR7 أمام فرصة ذهبية ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه في كأس العالم. رونالدو الذي سجل في 4 كؤوس متتالية في كأس العالم نظير بيلي وكلوزة. رونالدو سيصبح الأول من ناحية تسجيل الأهداف في 5 نسخ إذا سجل في هذه النسخة، نسخة قطر 2022. رونالدو الذي سجل 7 أهداف في 2006 و2010 و2014 و2018 أمام فرصة ذهبية ليسجل في 5 مونديال على التوالي ويدخل التاريخ كأكثر لاعب تسجيلا في كأس العالم في 5 نسخ متتالية. آخر مثير للاهتمام، كل الدول المنتخبات التي فازت بكأس العالم تصيبها لعنة الخروج من الدور الأول. فرنسا هل ستفلت بجلدها أم أن لعنة الخروج من الدور الأول ستلاحقها؟ يذكر أن ألمانيا، إسبانيا وإيطاليا 2006 كانت بطلا، 2010 خرجت من الدور الأول. إسبانيا 2010 بطلا، 2014 خرجت من الدور الأول. وألمانيا 2014 بطلا بجيل ذهبي، لكن 2018 خرجت من الدور الأول. هل ستلحق بهم فرنسا وتصيبها لعنة خروج البطل من الدور الأول؟ رقم قياسي آخر مثير للاهتمام، ميروسلاف كلاوزا صاحب 16 هدفا في المونديال. كلاوزا الذي لعب 24 مباراة سجل 16 هدفا. هل سيلحق به لاعب آخر ويحطم أرقامه التاريخية؟ لا، فلا تأمنوا غضب الظن وغزارة أهدافه. أم أن لتوماس مولر صاحب 10 أهداف قول آخر؟ هل سيتحطم رقم ميروسلاف كلاوزا في مونديال قطر 2022؟ من في نظركم سيكون هداف المونديال فيفا قطر 2022؟